السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. يلا نبدأ كلامنا بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. المرة دي عندنا وصفة جميلة جدا جدا جدا. احنا قبل كده عملنا الفراخ المحمرة لوحدها. المرة دي هنعمل الفراخ بالبطاطس. هنعمل أجمل صينية بطاطس بالفراخ، هنعملها مع بعض. يلا بينا مع بعض كده هنشوف الطريقة واحدة واحدة. ولو مبتدئة معايا خلي بالك من كل كلمة هقولها عشان هتفيدك جدا. يلا بينا مع بعض. اول حاجه هنعملها هنبشر بصلتين كبار ونحط عليهم ملح وفلفل اسود ونقلب مع بعض، وتوابل فراخ طبعا تحطي ونقلب. وبعدين كده على جنب دلوقتي، ونجيب الفرخه مع بعض اللي احنا هنعملها. هنقطعها كده وهنغسلها كويس قوي 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 بالملح والليمون والخل، ونخشفها بميه جاريه ونغسلها كويس قوي قوي، وننقعها بالملح والليمون 5 دقايق بس كده. بعد كده هنغسلها وميه جاريه، وبعد كده نطلعها ونحط عليها البصل اللي احنا حطيناه مع بعض. احنا قلنا الفلفل الاسود والملح وتوابل الفراخ والكمون والشطه، ونقلبها ونسيبها مع بعض ونسيبها كده 5 دقايق. وبعد كده هنيجي على البطاطس هنغسلها، هنخرط البطاطس ونغسلها، وبرضه هنحط عليها، هنطلع الفراخ اللي احنا حطيناها في التتبيله بتاعه البصل، وهنحطها برضو نفس التتبيله اللي حطيناها على الفراخ هنحطها على البطاطس. هنقسمها بالنص كده، هنحط ديت على الفراخ والنص التاني هنحطه على البطاطس. خلي بالك من الكلام دوت لو انت مبتدئه معايا. وبعدين ودي معلومات مهمه جدا يعني. وبعدين نقلبها كده وبرضو نسيبها 5 دقايق. كل ما سبتيها في التتبيله كل ما اديتك طعم احلى واجمل كمان. وبعدين هنحط البطاطس كده في الصينيه، نفردها كده في الصينيه كويس. وبعدين هنجيب الفراخ اللي احنا عملناها حطيناها في التتبيله مع بعض، او الفرخه اللي احنا حطيناها في التتبيله، ونحطها على البطاطس من فوق، ونرصها كده على البطاطس من فوق. طبعا احنا حطيناها 5 دقايق او 10 دقايق في التتبيله زي ما قلنا كده في الوصفه، يعني في اول الوصفه كده. وبعدين حبه بصل ولا حبه تتبيله، حبه بصل ولا حاجه كده تحطيها برضه عليها من فوق، وتخرمي الفراخ كده بالسكينه. خلي بالك لازم تخرميها عشان خاطر تستوي كويس معاكي في الفرن. وبعد كده هنجيب الصلصه اللي احنا هنحطها على صينيه البطاطس اهي قدامنا اهيت، الطماطم هنحط عليها مرقه دجاج وملح وفلفل اسود وزيت، ونقلبها وهنحطها على صينيه البطاطس اللي احنا جهزناها مع بعض. بعد ما جهزت معانا اهي هنحط الصلصه عليها او الطماطم عليها. وبعدين بعد ما نحطها عليها هنحاول نهز الصينيه كويس من كل اتجاه ومن كل جنب كده، ونخبطها على اساس ان الصلصه تنزل في الصينيه من تحت وفي جوانب البطاطس عشان تتاكدي ان هي نزلت، عشان خاطر لو ما نزلتش الصلصه هتشيطي البطاطس معاكي تحت ومش هتستوي ومش هتنجح معاكي صينيه البطاطس. خلي بالك من الكلام اللي انا بقوله ده. وبعدين هترش عليها حبه فلفل اسود من فوق لو انت عايزاها حاميه، يعني مش عايزاها حاميه مش مشكله يعني. وبعدين هتحطي عليها سمنه من فوق كده، احنا حطينا زيت في الصلصه، المره دي هنحط سمنه على الصينيه من فوق. وبعدين هنهزها تاني ونتاكد ان هي وصلت الصلصه في كل جانب وفي قعر الصينيه. هنولع البوتاجاز وهنخليها تغلي غلوتين على البوتاجاز من فوق. طبعا انت هتكوني مجهزه الفرن بتاعك، هتولعي الفرن يسخن عبل ما تغلي الصينيه فوق، تيجي سقها في الفرن. وبعد كده هتستوي معاكي، هتبقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده، هتبقى بالجمال والحلاوه اللي انت شايفاها دي، وتكوني عملتي احلى صينيه بطاطس عملتيها في حياتك، وهتدعي لي بامر الله. وان عملتيها مره هتعمليها على طول، هتكرريها تعمليها من حلاوتها. واتمنى لو الوصفه عجبتكم او الوصفه عجبتك يا حبيبتي تشتركوا في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كود جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبالهنا والشفا.